سعادتي لا توصف في هذا اليوم بما أقدم عليه الإخوان في هيئة المحامين بمدينة مراكش، وكذلك مركز ثقافي لمدينة مراكش، وكذلك مركز عطاء، تكريما لهذا المؤلف الذي كان عنوانه طو الشعبي القوي في البرلمان. قد كانت هذه الاحتفالية في هذا نادي المحامين احتفالية أدخلت كثير من السرور على قلبي، لأنني عشت مع إخواني المحامين وكذلك رجال القضاء وكذلك نخبة مراكش الثقافية التي شرفت هذا الحفل فأعطته جمالا ورونقا وبهجة. الحقيقة أن هذا الكتاب هو لا يتعلق أبدا بيات مذكرات، ولكنه ما استطعت أن أجمعه من مداخلات سواء كانت مكتوبة أو كانت ارتجالية طيلة 30 سنة في البرلمان. وهذا الكتاب كما تصورته وكما الآن يتداول أعتقد بأنه سيكون يسد ثغرة في المكتبات وفي الخزائن، لأنه كتاب أكثر منه يتحدث صاحبه عن مواقف كانت مشهودة في تاريخها. هو يعتبر مرجعا، لأنه في كل صفحاته وفي كل مواضعه هناك إشارات إلى المجلات والجرائد التي صدر فيها النص، وهذا بالتالي سيغني البحث العلمي بالنسبة لطلبة العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية والعلوم القانونية بصفة خاصة. فلهذا نجد مبتهج لهذه الاحتفالية بهذا الكتاب، وهذا ليس غريبا عن هيئة المحامين برئاسة الأخ والصديق الشريف مولاي سليمان، الذي كان له الفضل الكبير في رعاية مثل هذا الحفل، وكذلك كل السادة النقباء الذين حضروا وشرفونا في هذا الاجتماع. وكذلك حيينا صلة الرحم، لأنني لم أستطيع أن أجمع كل هذه الوجوه النيرة التي حضرت اليوم في هذا الاجتماع. أرجو أن تكون مثل هذه الاحتفالية هي ليس فقط اعترافا بما أنجز، ولكنه من أجل شحن الذاكرة لإنصاف كل الذين يستحقون أن تقام لهم مثل هذه الاحتفاليات. شكرا لكم.